استاذ ابو بكر، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. الحمد لله انا بخير. بنقول لك امبارح هارد لك ورغم قوه فريق مولودية بجايه بنقول لك هارد لك على النتيجه، ولكن اداء كان مميز. نعم، اداء كان مميز، كان عرس كروي افريقي حضرنا فيه الملعب امام احبابنا واشقائنا الزمالك. كانت مقابله شيقه، يستمتع كل الجمهور الافارقه في هذه المقابله، ونهني فريق الزمالك على الفوز. وان شاء الله هذا الشوط الاول، ما زال الشوط الثاني في الجزائر ان شاء الله. انا يعني يمكن انا بكلم حضرتك عشان عايزين نقفل فكره بعض الصحف اللي بتحاول تثير هنا او هنا، لان احنا في النهايه اتعلمنا الدرس من اللي فات، وعايزين تكون هي دي مباراة كرة القدم. حتى لو حصل بعض المناوشات بين اللعيبة بتحصل في أي مباراة في كرة القدم، لكن مش عايزينها إنها تتطور. لا ما مش المهم مقابلة كانت في مستوى. كان بعض أخطاء من اللاعبين، أنا أقول اللاعبين الجزائريين واللاعبين المصريين، لكن أشكر شجاعة فريق الزمالك الذين حضروا إلى غرفة تبديل الملابس، طلبونا باستعداد. هذه مناشوات بين اللاعبين، حاجة أمر عادي عندنا، ما فيها إشكال. مهم نحن أنا أودي أن أشكر شكرا جزيلا إدارة الزمالك، كل المصريين الذين استقبلونا بكل استقبال. عند وصولنا إلى مطار مصر كان استقبال حار بين الإدارة والإدارة، وحتى بين مشجعين الزمالك ومشجعين الجزائر، وكان معزومين على العشاء من إدارة الزمالك إلى إدارة مولودية بجاية. حتى متفرجين الزمالك عزموا أنصار مولودية بجاية. هذا عرس كروي. المهم إن شاء الله نحن ننتظرهم بفارغ الصبر، بكل حفاوة وبكل استحقاق لهذا الفريق. وده يعني عشمنا فيكم وعشمنا في الجزائر كدولة شقيقة، وأيضا مولودية بجاية ومدينة بجاية، هذه المدينة الرائعة اللي بتعشق كرة القدم، واللي أول مرة فريقها بيشارك في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وعمل نتائج رائعة باستطاعته أن هو يفوز على فريق في قيمة الأفريقي التونسي، وبيتقابل بعديها مع الزمالك. كان مشوار صعب جدا لمولودية بجاية، بيقابل أقوى الفرق في أفريقيا يعني. نعم طبعا. هذا هو قرعة. احنا نؤمن بهذا. الحمد لله فزنا على فريق غانا اشانتي جول، ثم فزنا على فريق تونسي، واحنا ما زلنا شوط ثاني مع فريق الزمالك. ان شاء الله تكون مقابلة في منتهى الروعة. وانا اقول لاخوان الزمالك نرحب بهم في الجزائر، في بلدهم الثاني، بكل روح رياضية وبكل أخوة. إن شاء الله هذه المقابلة، أنا فريق صغير أول مرة نشارك في بطولة إفريقية، وإن شاء الله بهذه المناسبة أن تكون هذه مناسبة تفتح علاقات طيبة بيننا وبين فريق الزمالك في مقابلة إن شاء الله وديات، وفي تكوين بين اللاعبين الصغار وبين المدرسة الكروية ومدرسة الزمالك. إن شاء الله يكون في الخير على هذا الفريقين. طيب انا عايزك توجه رساله للشباب من الزمالك المشجعين والشباب من مولودية بجاية المشجعين، حضرتك تقول لهم ايه؟ نعم، حضرتك توجه رساله للشباب الصغير من الزملكاويه والشباب